السلام عليكم ورحمة الله. كثير من المترشحين يتساءل يقول تقريبا قبل بجمعتين أو قبل دات الإكزامان بصفة عامة، يقول زعما حاضر أنا الامتحان، عندي فرضية باش ننجح، عندي المستوى اللي يأهلني اللي أنا ننجح في امتحان رخص السياقة من المرة الأولى. باش نحاولوا في الفيديو هذايا نجاوبوا على هذا التساؤل، حتى كل مترشح يعرف روحه قبل الامتحان هل هو قادر على اجتياز الامتحان بنجاح أو لا. فما علامات تدل على أنه المترشح عنده مستوى نجاح ولا لا. نحكيه في الفيديو هذا على هذه العلامات. من جملة العلامات أنه المترشح يولي يحس ويدرك بالمحيط الخارجي للسيارة. يعني في السواعي الأولى المترشح يكون عنده تركيز على ما هو داخل العربة، على لي كوموند، على الامبرياج، على الفرامل، على الاكسلراتور، على الخارج الى اخره، اللي نسميه لاسبي ميكانيك. مازال مخه في لاسبي ميكانيك. اون فوا تمكن من هذه الاشياء ولت عنده اوتونومي في هذه الاشياء، الذهن يخلو من ما عادش يخمم في الاشياء هذه في تطبيقها. يعني كي اكسيدي الامبرياج ما عادش يخمم كيفاش، كي يمس الفرامل ما عادش، يعني الذهن يخلو من هذا الشيء، واللي قادر على انه يحيط بالانفيرونمون اللي داير به بالسيارة. ولكن الاشكال خلينا نفهموا شويه الموضوع هذا. الكهرباء كي تبدا واقفه، الكونديدا المترشح او بصفه عامه اي سائق بصفه عامه يدرك من الماده للماده، يعني يكون عنده الادراك او الشون فيزيوال 180 درجه. كي تبدا الكهرباء راكحه واقفه، الاشكال كل ما تحركنا وكل ما السرعه قوات، الشون هذا الشون فيزيوال هذا ينقص. كيفاش انا باش نحيط بالبقيه الجوانب اللي ما يدركهاش البصر متاعي؟ باللي روتروفيزور، المرايا العاكسه الداخلانيه والبرانيه، يحقوا لك نسبه معينه من الرؤيه خارج العربه. والالتفات يلزم المترشح يولي يلتفت، يعني تولي عنده عينيه تولي موبيل وبسرعه، تتحرك بسرعه ويلتفت وراسه يدور. وإذا كان يصبح عنده هذه الأشياء راهو هذه علامة طيبة على أنه بدأ يحضر وقريب للمستوى. به نزيد نفسر هنا حكاية به الشون فيزيوال كيفاش ينقص. هنا قلنا الكهرباء وقت اللي تجري 40 كيلومتر في الساعة، شو الشون فيزيوال كيفاش متاع العين في البارتي هذه برك تدرك. يعني البارتيات هذوما جنب هذا وجنب هذا ماكش قادر على انك تحيط بيه. كيفاش باش تدرك الاشياء لهنا؟ بالمرايا العاكسة والالتفات. الراس لازم يكون الراس يبوجي منه ومنه. كل ما كثرت السرعة، قوات السرعة متاع الكهرباء 70 كيلومتر في الساعة، يزيد ينقص الشون فيزيوال. هالو مجر 100 كيلومتر في الساعة يولي الفيزيون 45 درجة، تزيد تنقص. يعني البارتيات هذوما يولوا غير مدركة. يعني كان فما خطر هنا ولا فما مترجل ولا فما وما التفتش ويكون الروجار متاعك فيكس في البارتي هذه، الروجار متاعك فيكس، راهو تصير الكارثة. كيف هنا 130 درجة 130 كيلومتر في الساعة تولي فيزيون 30 درجة برك. يعني هنا في سرعة 40 كيلومتر في الساعة تقريبا امتحان رخص السياقة لبليوتو أكثر من نجمو نجريو تقريبا 50، ما فوتوش 50 في تونس. ما عندناش لي فوا رابيد والليتوروت، ما عندناش ليتوروت. لا اله الا محمد رسول الله. هنا الفيزيون نتاعنا 100 درجه، الفيزيون نتاعك 100 درجه. البارتيات هذوما هذا ما تدركهاش من هنا لهنا. يعني نحبوا نرجعوا نحنا ديما نحققوا 180 درجه. يعني انا في البارتي هذه 100 درجه، البارتي 40 منا و40 منا بالالتفات. لازم يكون عندك خزرة متحركة وفي ساعة تاخذ الانفورماسيون، في ساعة تتلفت منه ومنه ولي روتروفيزور ده. وهذا بالطبيعة قلنا كما كنا فسرنا توا اللي الفيزيون تمشي تنقص كل ما الكهرباء قوات في سرعتها. واضح؟ وبالتالي العلامة المهمة للمترشح انه قادر على اجتياز امتحان رخص السياقة الإحاطة بالمحيط الخارجي للسيارة. يلزم الكونديدا 360 درجة، يعني السيارة يحيط بها من جوانبها الكل. بطبيعة مش بالبارتي بعينيه بركة، لا، اللي الداخلانية والبرانية والالتفات. مفهوم؟ به
هذه علامة مميزة جدا اني انا قادر، باش نعرف روحي قادر على اجتياز الامتحان بنجاح. باهي، هنا باش نزيد نفسر اكثر. قلنا لي الريتروفيزور الداخلانية باش تحقق لي الفيزيون هذه بار اللي وراي الكرهبة بالضبط. الريتروفيزور اليسار هذه باش نشوف بارتي هذية هنا. والريتروفيزور اليمين هي في العادة خاصة بالمونيتور ولكن احيانا نستعملوها، بارتي هذه كل تحققها. تبقى هنا لي زونغل مور هذوما الزوايا الميتة اللي هي تقريبا شيرة شبابك تلاني. لي زونغل مور هنا، لي زونغل مور باش تقتلهم بالتلفيت، يعني يلزم يكون عندي تلفيت الراس يدور منا باش نقتل لي زونغل مور يوليو واضحين. وهنا الشون القدامي تحقوا باللونات افون هذيا، البربريز القدامي تشوف به الشون القدامي واضح. يعني اذا كان ادركت ما يحيط بالعربة 360 درجة، 360 درجة راك في اللحظة ذيك راك قادر على انه كل خطر تتصرف معاه بالطريقة الصحيحة. به نتعداو العلامة الثانية، العلامة كذلك علامة مميزة، انه الكونديدا يولي يسمع ويفهم المكون وقت يبدأ يحكي معاه وهو يسوق. يعني وانت قد تبدأ تسوق اونكور، الكهرباء تتحرك وتسوق ومتحكم فيها وتدور وتتلفت والى اخره، وتسمع في المونيتور متاعك شي يحكي كنصائح كتفهيم. لانه في البداية يبدأ يحكي معك المونيتور ما تفهم حتى شيء، عبارة شنوة، عبارة الكلام اللي يحكي فيه شنوة. هذا في اسابيع الاولانيين. علاش؟ لان انت ذهنك ماهوش خالي، ما عادش عندك اوتونومي، معناها ذهنك مازال مركز مع لي كوموند. مفهوم؟ اذا كان ذهنك مازال مركز مع لي كوموند ما تنجمش تقدر تفهم المونيتور. ولذلك في السوايع الاولانيه لي مونيتور كي يجي يفهم يفسر لك حاجه ويفهمك ولا ينصحك في غلطه يقف بك على اليمين ويفهمك ويفسر لك، لانه وقتها تنجم تدرك وتفهمه. كي نقدموا في الفورماسيون وتصبح عندك ادراك تام لما يحيط بالعربة وتحكم جيد في العربة، والاسبي ميكانيك معناها تولي تعمل فيه اوتونومي، تولي في عندك فيه اوتونومي، وقتها تنجم تفهم المونيتور متاعك تبدا تسوق وهو يبدا يحكي تبدا تفهم فيه. يعني في من الاول كالشنوة تبدا تفهم، ما تفهمه بين لغة يحكي واضح. يعني هذه كذلك علامة مميزة اللي انت باذن الله قادر على النجاح في امتحان رخص السياقة. العلامة الثالثة انه الاوامر بتاع المونيتور ينقصوا، تولي تاخد قراراتك وحدك بانفراد. يعني انت تحس في روحك انت بالحق انت اللي تسوق على انفراد، انت تاخد قراراتك، انت تقف، انت تعود تخرج. يعني الانترفونسيون نتاع المونيتور سواء كانت انترفونسيون فعلية او قولية تقريبا تتلاشى وتنحى. يعني ما عادش فما جبدان فولون، ما عادش فما انترفونسيون نتاع مونيتور الفران، هذا كل يتنحى. وقتها راك انت قريب ياسر على انك تنجح في الامتحان رخص سياق. يعني تقريبا المونيتور يبدأ مستمتع واليز على الاخر ومرتاح، يحس فيك قاعد تخدم براحة، عبارة انت تحوس بيه. كي نوصلوا للنيفو هذايا رانا قادرين على ان ننجحوا لجور ديكزامان واضح. هذا هو اللي في يخص اليوم. ان شاء الله نتقابلوا في فيديو قادم. كان فما حاجة مش مفهومة ولا تعليق ولا استفسار خلي لنا كومنتير تحت الفيديو، وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.